تليفونك دابا انا خص تهضر معايا الام ديالك ماشي نتيا. الام ديالي ما مسالياش اسيدي. ايوا صافي انت صغيره اش غادي نهضر معاك، انت خصها هي تهضر معايا المعنيه بالامر، هي اللي عندها التورط ديالها، هي اللي عندي الكلام ديالها متورطه. كنظن كاملين سمعتوا التسريبات ديال لي زوديو اللي كيقول هاد خدلال اولا الخدالي بانه اخترق الهاتف ديال الحاجه وكيتصل بالبنت الصغرى ديال الحاجه اولا كيتصل بالهاتف ديال الحاجه وما كيلقاهاش وكيلقى البنت وكيهضر معاها وكيقول لها بانني انا اخترقت لكم الهاتف ديالكم وانا راني هاكر وراني عندي دليل على انكم متورطين في هاد الوفاة ديال الاب. كتقول ليه كدير لينا الشونطاج، كيقول لها لا انا ما كنديرش لك الشونطاج، واش انا طلبت منك شي فلوس؟ انا جيت غير نقول لك. قالت ليه على ما في خيلك ركبو، وقال ليها ايضا بانك نتيا راه عندك زعما الايد في هاد الوفاة. قالت ليه واش انت هاد نور الدين واش باك اللي كتدافع عليه؟ شتكم كثرتو كتدافعوا عليه، اشنو كيجيكم زعما بحال ما كاين لا انسانيه لا والو في هذه القضيه يعني بالنسبه ليا. ولكن واحد المصطلح اللي قال لها يعني سبها، ما عرفتش هاد السيد علاش سبها هي لحد الان ولا الام ديالها ولا باقي حتى شي واحد مدان، باقي حتى شي واحد ما راه الاعتقال الاحتياطي، باقي حتى شي واحد ما عليه شي تهمه او لا متهم او لا. الام كانت استدعات كشاهده فقط، لبنتها ابتسام دايره عليها شكايه. هاد السيد هذا اللي كيقولوا انه اخترق الهاتف طلعات معاه ابتسام في اللايف ديالو وهضرات معاه وتواصلات معاه وقال لها في اللايف انا رصيفت لك واحد لي زوديو وفعلا هادوك لي زوديو كيقولوا انه عندهم علاقه بالحادثه. منين جاه داك الكلام اخترق الهاتف؟ ما اخترقش الهاتف. هاد السيد منين جاوه دوك المكالمات؟ واش فعلا كيف ما قالوا بانه واحد السائق ديال الطاكسي هو اللي ضرب نور الدين وفار من العداله؟ يعني هذا التصريح مسجل عند ابتسام قالتو ليها الام ديالها، قالت ليها راه السيد اللي قتل باك راه هرب، ما كاينش فار من العداله. والاخر صاحب يعني البدله اللي كيقولوا بانه راه ولد عمه الكولونيل، يعني واكلين معاه الطعام ومشاركين معاه كل شيء، ما نقدروش حنايا نفضحوه ولا نقدروا نقولوا عليه شي حاجه. هادشي كنقول لكم المتداول. واش داك السيد اللي فار من العداله جاه التأنيب الضمير ومسجل شي مكالمه ولا شي حاجه مع شخص اخر اللي متورط في هاد العصابه وعطاه لهاد السيد اللي كيقولوا الخدالي انه اصلا خائن للوطن ومتابع قضائيا وفار من العداله ومتواجد باسبانيا؟ واش فعلا ابتسام كيف ما كيحطوا عليها بانه هي اللي تواصلات مع هاد السيد وعطاتو هاد لي زوديو وقالت ليه نزيد ندير انا وياك هاد الفبركه للراي العام انك انت اخترقتي الهاتف وزعما راه سمعتي داك الشيء خطير وعادي تصيفط لي دوك لي زوديو وانا غنمشي ندير لهم تفريغ وعادي نقدمهم للمحكمه عند قاضي التحقيق ومن هنا غيكون تهيج راي عام. كنقول لكم إلا ابتسام دارت هاد الفكرة الأخيرة كيف ما كيقولوا عليها بأنه هي اللي متورطة في هاد القضية وهي اللي عاطية لهاد الخدالي هاد لي زودو وهاد الخدالي ما كاينش شي واحد من هاد القتلة متواصل معاه وما كاينش اختراق ديال الهاتف ديال فاطمة، كنقول لكم بأنه ابتسام كتقلب على السجن. وقضية حمزة مون بيبي عاد تعود داخلة فيها ابتسام. كيفاش قضية حمزة مون بيبي؟ الاختراق ديال الهواتف، ايضا التشهير والابتزاز. باطمه مشات بعام واختها مشات بعام وكلامور بعامين وعيش عياش بعام ونص. علاش؟ لانه كانوا كيتواصلوا مع هاكر. الا فعلا هاد السيد هاكر الفاطمه الهاتف ديالها وتواصلات مع ابتسام وبقى كتعطيه معلومات وهذا ابتسام غتمشي فيها. ولا فعلا هي يعني هذه خطه هكا مديوره، راه ممكن ايضا فاطمه دير شكايه يعني
المتابعات عادي تعود متابعة ابتسام، وغادي تعود في سين وجيم وفي بزاف ديال المسائل. كما يشاع ويقال بأنه لي زانفورماسيون كاملين اللي كان كيحط العمدة بوست قال لك عطاتهم ليه ابتسام. العمدة ما قالهاش فمو، ولكن قال لهم إلا سمعتوا اللي عطاني المعلومات اللي كنت كنقول على فاطمة غادي تصدموا. هادشي اللي قال العمدة. ودابا كيلصقوا بانه هاد صاحب القناه اللي في اسبانيا هاد لي زوديو اللي عنده اولا المعلومات اللي عنده عاطيهم ليه ابتسام. كنقول لكم من الاف المستحيلات تخرج شي اوديو ولا شي مكالمه. دابا جيت للراي ديالي، شي مكالمه من داكشي ديال التسجيلات اللي عندها لشي واحد من غير السي المردادي الحقوقي وايضا المحاميه الا سمعتهم شي حاجه. تحفه راه شفتو ما خلى ما دار معاه، قال لي عطيني غير دليل، قلت ليه والو، الموضوع اولا داكشي اللي عندي باقي في سريه البحث وداكشي ما نقدرش نعطيه شي واحد. بالله عليكم عتنوض تعطيه هذا اللي اصلا خائن؟ ما نظنش. طلعت عنده في اللايف، هضرات معاه، صيفط ليها شي حاجه، هادشي كامل شفناه، هادشي كامل سمعناه، هادشي كامل شهدنا عليه، ولكن تنوض هي تقولي هاك وتعالى نهيجوا الرأي العام على امي باش ندخلها للحبس؟ من الاف المستحيلات عادي ديرها. السيده عندها دلائل اللي كيثبتوا بانه هاد العائله كامله متورطه، اللي شاف واللي دار واللي سكت واللي سافر واللي مرض واللي دار، كل واحد واش وقع عليه. ولكن باش تجيو تقولوا بانها ماشي حادثه سير، عفوا انها حادثه سير وانه هاد السيد توفى وما كاينش هادشي كامل، عرف انه هادشي راه يعني غير كتخربقوا. حادثه سير ما كايناش، السيد مات مقتول ومدبر هادشي، ولكن كيف ما كتقول ابشع طريقه او لا ابشع جريمه تمت بها هاد الطريقه ديال الفبركه والطريقه ديال ديه جيبو خزنو حطوه هنا هرس، هادي انها اصعب جريمه قتل دازت في تاريخ المغرب. راه هي عارفه شنو كتقول. محاميه عباد الله قدها قداش، واش عادي تجي تبدا تضحك على الراي العام وتضيع وقتها وتضيع الوقت للقاضي وتضيع الوقت ايضا لهاد الناس كاملين في قضيه اللي اصلا هي حادثه سير اللي صنفها القاضي راها جريمه قتل؟ من آلاف المستحيلات. ابتسام ذكية وعارفة شنو كدير، مستحيل عتنوض عند هاد السيد باش تهيج الرأي العام على الأم ديالها أو لا تقولي هاك هاد الأوديو نديرو أنا وياك مؤامرة. وإنما القادم صادم. راه تقدر فعلا كيف ما قلت الاحتمال الأول يكون هاد السيد جاب أوديوات من عند هاد الناس هادو أولا من عند هاد العصابة هادو، لأنه كاين البعض منهم اللي فار من العدالة أو لا عرف راسو عيتورط من 2018 وابتسامية كتجري راه ماشي سهله. يعني الخبار في راسهم خو المغرب. ديك القضيه ديال راه فلان كان مشى للحسيمه، زعما واحد السائق راه كانوا قالوا راه واقيلا مشى للحسيمه، حسيمه بعيده باش يجيبوه. ما نظنش، يعني كاينين الناس اللي كبار اصلا خاوي البلاد. هاد السيد هذا عنده شي حاجه في هذه القضيه، عنده شي اوديوات اللي كيقولوا بانه ما رسلتهمش ابتسام، بالرغم من واحد الفئه اللي كتقول لا راه ابتسام اللي دايره هذه الخطه الام ديالها باش تورطها، ولكن لا، هنا راه تورط راسها. الا الام ديالها ما دايره حتى شي حاجه، يعني غير هضره قالتها، ما عندها شي دليل تثبتو، غير كلام، ما كاينش شي دليل ملموس. حيت كون كان شي دليل ملموس راه نشوفوا الاعتقال. لحد الان باقي ما كاينش الاعتقال، ولكن ابتسام كتقلب على ادله مازال اللي تزيد تورط يعني هاد القتله كاملين. حيت كتقول لك ما سوقيش يكون اللي بغى يكون، وقت البا يدخل يتعاقب، هي ما سوقهاش، اختها مها خوها اللي كان قالت كلشي يتعاقب. يعني هي كتقلب باش واش عارفه انفصالي ولا ما انفصالي، خائن الوطن ولا ما خائن الوطن. هنا كيبقاو صراحه تساؤلات اللي من هنا القدام عاد يبان واش غتقطلع عنده واش ما عاديش تقطلع عنده، واش نيت هاد الاوديوهات عادي يمشي التفريغ ديالهم، واش كذبه كيف ما مهم. مازال عادي يبانوا بزاف ديال الحوايج، ولكن اللي متاكده منه راه عارفه انه التواصل مع هاكر او لا تعطي شي هاكر ولا تنوض دير هادشي راه فيه السجن، وما نتمناوش ليها اعتقال كيف ما حاليا كيقولوا بانه تم الاعتقال ديال ابتسام. ولحد الان
ما كاين لا اعتقال، لا الابتسام، لا لعائلتها، لا حتى شي واحد من هاد الناس اللي كيشيروا ليهم بالاصبع بانهم متورطين في هاد القضيه هادي.